هلا بنات، شلونكم؟ البارحة بعد ما نزلت طريقة محسن الخبز والمعجنات اكو بيكم بنات ما فتهموا وشون نضيفها على العجينة وشون نحصل العجينة مثل ما تشوفوها بالفيديو وفطائر تخبل. من صدق اسميها فطائر الغيوم لانه حرفيا عبالك مخدة او غيمة من جوا مثل القطن ومليانة هواء وناجحة 100%. كلش راح تستفادون من المحسن اللي تضيفوه على العجينة، وهاي من احلى الوصفات اللي كلش فرحانة راح اشارككم بيها لان كلش راح تستفادون منها. بالبداية ابدي بتحضير العجينة. كل مكونات العجينة راح اكتبها جوا بالكابشن، بس راح اشوفكم شو تنظيف المحسن مال كيك. طبعا طريقة المحسن موجودة بفيديو قبل هالفيديو. اضيفها ويا المكونات وبعدها اضيف الدقيق. طبعا الدقيق ضيفوه بالتدريج حسب احتياج العجينة، لانه الطحين كان عندي نوعا ما سيال، بس العجينة ما تكون كلش صلبة وتكون شوية تلزق. بعدها تتركون العجينة تتخمر مدة نص ساعة. هذا شكلها بعد التخمير، تصير ورقة والجلوتين الموجود بالعجين اشتغل وصارت كلش ناجحة. راح اقسمها ل8 قطع وافتحها بشكل الطاسة مثل ما تشوفون بالفيديو. بعدها راح اخلي عليها الحشوة، وهم راح اكتب مكوناتها جوا بصندوق الوصف حتى لا يطول عليكم الفيديو. أهم فقرة، بعد ما تكملون العجينة وتخلون الحشوة تغطوها تتركوها تخمر مرة ثانية مدة نص ساعة. كلش مهم تتركون العجينة ترتاح كل زين قبل لا تدخلوها الفرن. أمسح الحواف بصفار البيض وشوية من السمسم وهالشي اختياري. راح أدخلها الفرن على درجة حرارة 250 أعلى وأسفل. أخذت تقريبا 20 دقيقة. تظلوا راقبوها باستمرار بس شوفوا النتيجة. حرفيا من أحلى المعجنات اللي ممكن أشاركها وياكم واللي متأكدة راح تستفادوا منها. وبس والله، مع السلامة وسلامكم العافية.